الناس اللي مشايله كولر الليله لوحده، الموضوع مش من كولر لوحده. كولر شايل اخطاء، بس اللعيبه شايله اخطاء، مجلس الاداره شايل اخطاء. خليك معايا اقول لك اخطاء الناس دي ايه. الاهلي في ماتشين بس، في ماتشين، ماتش سموحه وماتش يانج افريكانز، عامل 33 فرصه. 33 فرصه جاب منهم هدف واحد، جون واحد بتاع يانج افريكانز بخطأ دفاعي من دفاع يانج افريكانز. الاهلي في ماتش يانج افريكانز الماتش ده يخلص بالميت كده 4-5-0، 4-5-0 مش مبالغه والله، 4-5-1 يا عم، مش عشان نقول صفر. الاهلي يجيب 4-5 تجوان، كهربا مضيع، بيرسي تاو مضيع، كريم فؤاد مضيع، طاهر محمد طاهر مضيع. الراجل عمل تبديلات غير بيها مجرى المباراه. الاهلي في ماتش سموحه مضيع اكتر من 4-5 تجوان. الاهلي في ماتش سموحه لوحده جاله 16 ضربه ركنيه ما عملش منهم اي حاجه، مع ان النادي الاهلي كان تخصصه الموسم اللي فات الضربات الثابته. احنا واخدين دوري ابطال افريقيا بضربه ثابته بتاعت علي معلول لمحمد عبد المنعم في ماتش الوداد. الموسم اللي فات الاهلي خسر بنتيجه كارثيه، الخماسيه من صن داونز. من بعد الخماسيه بتاعت صن داونز والاهلي توحش بمعنى الكلمه، خد كل البطولات اللي كان مشارك فيها. طب خد البطولات دي ليه؟ مجلس الاداره بعد الخماسيه خصم 10% من عقود اللعيبه. اللاعب المصري كده اخصم من فلوسه، اهم حاجه عنده الفلوس، اخصم من عقده، هياكل النجيله، هياكل الملعب، هياكل كل البطولات. مجلس الاداره لازم يخصم من اللعيبه دي فلوس، لازم يوقع عقوبه على اللعيبه دي لتخاذلهم في الملعب. الراجل مش شايل كل حاجه، مجلس الاداره شايل، اللعيبه شايله. اصل الراجل مش هيخلق لك 33 فرصه وهو ينزل يجيبهم. الراجل عنده لعيبه بيلعب على قد امكانياتها. الراجل عنده لعيبه طلب عليهم لعيبه ما جولوش، محدش جالهم، جاي لاعب على قد الامكانيات اللي هو موديست، على قد امكانياتك. هو كان طالب لعيبه ب4 و5 مليون دولار، الاداره ما رضتش تجيبها له. الاداره ما رضتش تجيب له اللعيبه اللي ب4 5 مليون دولار. كانت اللعيبه دي زمانها هي اللي مخلصه الفرص دي كلها. الحقيقه يعني ان اداره مجلس الاهلي شايله مع مارسيل كولر، اللعيبه شايله مع مارسيل كولر، اخطاء من المدير الفني، اخطاء من اللعيبه، اخطاء من مجلس الاداره. الناس كلها لازم تشتغل في النادي الاهلي علشان النادي الاهلي. سلام عليكم.